من اجل دستور كامل مكمل. عندنا فرصه ناخد دستور كامل. انتظر ليه؟ عرفنا ان البرادعي جاي بيدلي بصوته هنا، فبدانا نروح نتجمع عشان نرحب بيه. وبعدين وقفنا مثلا حوالي نص ساعه، كان واقف في الطابور زيه زي غيره. بدا فجاه مجموعه من الناس جم معاهم طوب ومعاهم ازاز ومعاهم حاجات، بداوا يحدفوا علينا. جرينا يعني وكسروا للراجل عربيته. وانا مش عارفه المجموعه دي منين. احنا هم يعني كان مجموعه من البلطجيه بداوا جم مش عايزينك، بداوا يحدفوا بالطوب. فبدا الناس واقفه، طب انتوا ايه رايكم في ده؟ اصل هو عميل امريكا، اصل هو طلع تقرير ضد العراق. في معلومات مغلوطه. انا في اعتقادي الشخصي ان كان بيستخدمها النظام القديم وامريكا ذات نفسها ضد الراجل ده. بعد كده بداوا يحدفوا ازاز ميه ويطوب علينا، واحنا حاولنا نحمي الدكتور بس طبعا بقت بالفشل ونزل العربيه اتكسرت. حصلت حاجه مهينه. وفضلوا قالوا مش عايزينه يزقوا في الراجل بشكل جامد. حاولنا يعني نهدي الموضوع، هو خلاص هيمشي مفيش فايده. قعدوا يزقوا في الراجل ويجروا وراه، وفجاه لقينا مجموعه جابوا الطوب وقعدت تكسر في العربيه بتاعته بطريقه بمنتهى السفاله ومنتهى الاهانه. دغدغوا عربيه الراجل واهانوه جدا وطلعوا يجروا ورا العربيه في الشارع. فعلا اللي عمل كده اكيد بلطجي. يعني مثلا انا مختلف، مثلا انا مش هدي صوتي مثلا لاي مرشح نازل مثلا زي الاستاذ عمرو موسى مثلا يعني هل يجي ان هو مثلا نمد ايدينا عليه ونضربه؟ لا طبعا ما ينفعش. عيب اللي حصل ده، اهانه للشعب المصري كله.